واحد يعني ضايقها، كان بيعاكسها، بيقول لها الفاظ مش كويسه. ودي مش اول مره، عشان كده هي اشتكت كذا مره لاهل الولد دوت اللي هو المفروض ساكن معاهم في المنطقه. ولكن المره دي عشان خاطر اتضايقت اكتر فراحت عملت محضر، وبعد كده روحت وحكت اللي حصل. هشام اول ما سمع الكلام ده للاسف الشديد طبعا اتحول، عايز يجيب حق امه. اولا هشام عنده 22 سنه، يعني شاب لسه صغير في مقتبل العمر، بيدرس في كليه تجاره. والده فاتح له مغسله كده صغيره بتاعت عربيات، عشان خاطر طبعا بيشتغل وبيصرف على يعني على البيت مع والده. هشام اتحول يعني لحاجه تانية، راح طبعا عشان خاطر يجيب حق والدته، وطبعا راح عشان يتكلم مع الشاب ده ويعاتبه على اللي هو عمله مع والدته. ولكن للاسف الشديد اتغدر بيه من الولد ده ومن اهله. نزلوا وراه فضلوا يضربوا فيه وبقوا ماسكينه طبعا للتاني وهو ماسك سلاح ابيض اللي هو السكينه، وكمان كان معاه مطرقه ونزل بيها على دماغه. يعني سكينه ومطرقه، واداله واحده نافذ